يابا بس شوفوا لنا الجمال. اطيب مندي عصاعيص صار عندنا جاهز. شوفوا اللحم يابا، اذا مو حلقوم مرجوع. زينب بجدر وراح انزل كميه زينه من العصاعيص. هسه راح اضيف عليها مي. بسم الله. اهم شيء المي يغطي اللحم. بس انا بعد ما فرن تركي حسبت 5 دقائق بس يغلي شويه وتطلع الزفره طبعا. هسه راح اشيل هذا المي كله اذبه وارجع لكم. بسم الله. هسه هنا بعد ما صفينا من عند المي ونغسله بمي حار طبعا. هسه راح اضيف له شويه زيت، بصل، وهسه نضيف حمسه بسيطه ويا البصل. هنا بعد ما حمس عندنا شويه ويا البصل هسه راح انزل عليه بمي حار دا يغلي. وهسه راح انزل بشويه ورق غار وعلى نار ناصيه وراح اغطيه وتركي هنا يستوي عندي تماما. وهنا بعد ما استوى عندنا اللحم. بسم الله. تشوفون الجمال. هسه راح نملح طبعا كميه الملح حسب رغبتكم. هسه راح اعوف على نار متوسطه من 10 دقائق الى ربع ساعه بس ياخذ ملح ويكون عندنا جاهز. هسه هنا بجدر وراح اضيف كميه زينه من الزيت. راح انزل بصل وبس حمس عندي البصل. هسه راح انزل فلفل اخضر وفلفل احمر. عندي هنا شويه كزبره، كمون وهيل ودارتين اللي هي القرفه، وننطيها حمسه بسيطه. هسه راح اضيف رز بسمتي منقوع قبل بربع ساعه وننطيه حمسه بسيطه. بس حمس عندنا التمن راح اضيف من مي العصاعيص اللي سلقناها. بسم الله. هسه راح اضيف ملح. طبعا ما راح اضيف هواي ملح لان عندي مي اللحم مملح. وبس نشف عندنا مي التمن. هسه راح اضيف ملون طعام برتقالي وملون طعام اصفر، حكيناها بالمقلوب عادي ما حد ما شاف. وهسه على نار ناصيه وراح اغطيه واتركه لمده ربع ساعه الى ثلث ساعه يكون جاهز. وهذا التمن مالتنا صار جاهز. يابا بس شوفوا لنا الجمال. اذا مو على العالم مو قبول. نزلها فوق التمن مالتنا واللحم ذايب. وهذا اطيب مندي عصاعيص صار عندنا جاهز. واكيد لازم وياه كاسة زلاطه. هسه حبايبي نقول بسم الله ونذوق. بس شوفوا لنا ترافة اللحم، اذا مو ذايب مو قبول. منتهي يا جماعه. والتمن اذا مو قزح قزح مرجوع. تفضلوا يابا. بسم الله. ويلي دايب يا جماعه، صدق يدب بالحلق. شوفوا لنا اللحم ضيم هذا. هاي نوخرها على صفحه بعد ما نحتاجها. بسم الله. يعني على العالم وبجداره. ويلي شوفوا لنا اللحم يابا، اذا مو حلقوم مرجوع. دايب ماكو. هاي العظمه هيك تطلع بيديكم. لنا حبايبي وصلنا نهايه الفيديو. ان شاء الله نشوفكم بفيديو جديد. تحياتي لكم.